السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا كده نبدأ الفيديو مع بعض واحنا بنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وتعالوا كده نوحد الله، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بتمنى منكم كلكم كده تنزلوا تحت في التعليقات تصلوا على الحبيب المصطفى، وكمان اللايك الحلو كده اللي بيشجعني استمر معاكم على القناة، وكمان انزل لكم ان شاء الله فيديوهات كتير جدا. واللي عايز كده كل يوم فيديو ربنا يعيني ويقويني كده، وان شاء الله ابدا معاكم وانزل لكم كل يوم فيديو. المهم تعالوا ندخل الفيديو على طول، بس اهم حاجه كده اتاكدي ان انت مشتركه في القناه، وكمان اتاكدي كده ان انت حطيتي له اللايك الجميل كده اللي هتجبري بخاطري بيه. ربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اللايك بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير، ليه؟ لانه بيرفع الفيديو اكبر كميه ممكن، ايه يعني اكبر عدد من الناس ممكن يشوفوه. تمام، فيلا بينا كده نشوف عملنا ايه. اول حاجة كده نزلت المطبخ كده لقيته يضرب يقلب، وكمان الساعة بقت 10 ولسه ما عملتش ولا بدأت في غدا ولا كمان نظفت مطبخ ولا عملت اي حاجة خالص. اللي يعرفوني طبعا ومتابعين معايا على القناة يعرفوا ان انا متجوزة بس عايشة في بيت عيلة، وطبعا اكلنا وشربنا كله كده تحت في بيت العيلة. وده كده اسبوع طبيخ، فلازم كده انزل انضف المطبخ واشوف هنطبخ ايه، وابدأ كده في تجهيز الغدا. ولازم طبعا المطبخ يكون نظيف ومترتب. فاول حاجة بدأت بيها اول ما دخلت على طول فتحت التلاجة كده عشان اشوف هنعمل ايه. وطبعا كنت بفكر كتير جدا وخلاص اتأكدت بقى ان انا هعمل كده صينية معمر في الفرن او رز بلبن في الفرن، ده غدا النهارده ان شاء الله. فبدات كده اول حاجه طلعت اللبن من التلاجة يهدى شويه، واول حاجه بدات بيها بدات اغسل المواعين. طبعا معرفش اقف في المطبخ كده من غير ما الحوض يكون نظيف ومفيش عليه اي حاجه مش نظيفه. فاول حاجه بدات بيها بدات بالحوض، وواحده واحده كده هبدا ان انا اغسل المواعين بتاعتي وانضف الحوض وانضف المطبخ. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص كده بدأت إن أنا أغسل في المواعين، وبعد كده خلاص هنجيب على طول الرز بقى، وهنعمل كمان بطاطس معاه. فخليكي كده على طول معايا في الفيديو، ما تفصليش الفيديو، إن شاء الله أي حاجة كده هتشوفيها ممكن تستفادي منها ولو بمعلومة بسيطة جدا. عفوا. خلاص كده اول ما خلصت غسيل المواعين هدخل كده على البوتاجاز، هنضفه كويس جدا واغسله كمان كده غسل على السريع. طبعا ده مش اول يوم استلم فيه المطبخ ولا حاجة، المطبخ بيتنضف كده اول ما بستلمه يوم الجمعة، بنضفه كده تنظيفة معتبرة، بشيل بقى كده الفرشة وبمسح البلاط، بغسل البوتاجاز وبغسل التلاجة، الحوض، الترابيزة اللي جنب البوتاجاز دي، كل حاجة كده بديها تشيكة فاهمين مظبوطة. فده اول ما بستلم اسبوع الطبيخ خلاص بمسك المطبخ كده انضفه تنظيف، اللي هو التنظيف بقى الصعب الروتين. عفوا، اللي هو الروتين الجامد ده عارفينه. بعد كده بقى المطبخ على طول بيتشيك عليه زي ما انتم شايفين كده، غسيل مواعين بقى كده، اغسل البوتاجاز، اشوف هطبخ ايه، اكنس الارضيه. تمام، اللي انتوا عارفينه واللي هو الروتين اللي احنا معتادين عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص كده همسك البوتاجاز اغسله واشطفه كده شطفه كويسه، وبعد كده على طول اجيب الرز ونشوف هعمل ايه. كنت هقول لكم حاجه كده ونسيت، مش عارفه كنت بقول ايه. المهم ده كده الرز بتاعي حطيت الرز في الصينيه اللي انا هعمل فيها، وغسلته كويس جدا. وطبعا عارفه انا العقد بتاع الرز او المقدار بتاع الرز بتاع الصينيه دي قد ايه. فحطيت كده الرز وغسلته كويس جدا، وبعد كده هحط عليه الملح بتاعي، وبعدين هحط عليه اللبن. وطبعا اللبن هصفيه كويس بشاشة كويسة جدا عشان طبعا اي شوايب او اي حاجة فيه ما تنزلش في اللبن بتاعي. تمام. وبعد كده بقى هحط معلقتين السمنة اللي عندي، ودي اسرع غدا عملته النهاردة، اللي هو ايه، اللي هو طاجن المعمر في الفرن، ومعاهم كده شوية بطاطس نواشف بقى، حتة مخلل، الموجود عندك بيقضي واليوم بيعدي. المهم دي الشاشة اللي بقول لكم عليها كده حطيتها في المصفى. الشاشة دي زي حتة اشارب كده، آم، شيفون. حتة الاشارب دي يعني نضيفة طبعا مغسولة ومتأكدة ان هي نضيفة، طبعا بتصفي اللبن ما بتخليش فيه اي حاجة خالص. تمام، عن المصفى كمان، المصفى لو صفيتي بها بس ممكن ينزل فيه اي حاجة من المصفى. فالشاشة دي كمان زيادة اطمئنان كده ما بقاش فيها اي حاجة خالص، بتصفي لك اللبن زي ما انت شايفة كده ما شاء الله.
خلاص كده حطيت المقدار بتاع اللبن بتاعي على الرز، وطبعًا ده العقد المضبوط للرز عشان ما يبقاش لا معجن ولا حصى، تمام. بعد كده حطيت معلقتين من السمنة وعلى الفرن يلا على طول هعلي الفرن من تحت وهدي عليه من فوق مش كتير، احمره بقى كده كويس وهدي عليه خالص يتردد مع نفسه كده حوالي ربع ساعة كده او 10 دقايق، وبعد كده اغرف على طول. لسه فاضل ايه بقى؟ كنس الارضية كده، هكنس الارضية كويس، وبعدين نشوف على طول البطاطس بقى نحمرها على ما الرز بتاعنا يطلع من الفرن. وده كان اسرع يوم في واسرع غدا عملته، غدا سريع كده وبسيط، وكمان شيكت على المطبخ ونضفته. ما هو انا كنت نازله بقى يعتبر متاخر، ما عملتش حاجه في المطبخ ما كانش نضيف، فحاجات كتير بقى كنت بعملها قبل ما بنزل للمطبخ، تمام. المهم كنت هاعمل بطاطس كده اسلقها وبعدين احمرها، ورجعت قلت دي اسرع، هنعملها كده مع بعض نواشف ازاي اللي احنا هنقشرها ونقطعها كده صوابع ونقليها في الزيت او نحمرها في الزيت، تمام. ودي كده البطاطس اللي احنا هنعملها كانت سريعة جدا. اول حاجة بقشرها كده واقطعها صوابع واحط عليها كده شوية من الملح واسيبهم كده في المية حوالي 10 دقايق في المية والملح. ويا سلام بقى لو كده وعصرة ليمونة او شوية خل كمان، ما كانش موجود دلوقتي الحالي، بس لو موجودين عندك بقى كده نقعي فيهم البطاطس ليمونة كده وشوية خل ومعاهم الملح، بتبقى جميلة وزي العسل. المهم كنت بقشر البطاطس ووقعت مني كده اتزحلقت، هندور عليها ونجيبها ما تقلقوش. إيه، خلاص كده بقى هنعمل البطاطس وكمان هنعمل الرز ومخلل، وخلاص كده هنقفل على الموضوع، يبقى اليوم يعدي والحمد لله بقى كده أكلة حلوة ونحمد ربنا عليها. يا رب ديمها نعمة علينا كده ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. انزلي يلا تحت في التعليقات لو ما كنتيش حطيتي كده تعليق حلو منك، وكمان شوف اللايك الجميل كده، شيكي كده على امورك وعلى الحاجات اللي انت هتعمليها لي، عشان كده ادخل عليكم ان شاء الله بفيديوهات تانية بقلب جامد كده، وانزل لكم فيديوهات كتير باذن الله. خلاص كده قشرت البطاطس، هلم بقى كده القشر بتاعي، ما هو لازم اخلي المطبخ نضيف على طول بقى طالما بدأت فيه تنظيف، لازم بقى كده اشيك عليه على طول. هشيل بقى كده القشر ده وبعد كده هقطع البطاطس بتاعتي صوابع زي ما قلت لكم. المهم كنت هقول لكم ايه، في الوقت ده كده بعد ما نضفت كده المطبخ وخلاص حطيت الرز في الفرن، عايزه اقول لكم في الوقت ده كده كان الظهر بيأذن على طول، يعني الحمد لله خلصت تنظيف مطبخ وكمان طبيخ. إيه على طول كده الظهر أذن كان الغدا جاهز، الحمد لله. الوقت كان معايا، وكمان إيه اللهم صل على سيدنا محمد. الغدا كان سريع، اللي هو الرز المعمر ده ما بياخدش وقت خالص خالص، يا دوب بس كده بتحط الرز في الفرن نص ساعة والفرن الرز معاكي بيبقى جاهز وزي الفل. هحط بقى كده شوية الملح زي ما قلت لكم وهسيبهم على جنب، وخلاص بقى كده اروح اصلي الظهر بقى، خلاص ما ينفعش هسيب الرز في الفرن، وكمان مش هقلي البطاطس دلوقتي على طول، يلا كده اصلي الظهر. اهم حاجة كده نصلي في مواعيدنا، من يعني ربنا سبحانه وتعالى بينده علينا في الميعاد ده، ما نأخرش احنا الميعاد ده الميعاد احنا بمزاجنا احنا، نسيب كل اللي في ايدنا ونقوم كده نصلي. وكده اليوم بتاعي خلص، او فيديو النهاردة خلص، بتمنى يعجبكم، بتمنى تستفادوا منه ولو بمعلومة بسيطة جدا. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، في حفظ الله ورعايته.